وبعد، فإن العمل السياسي في منظور الشريعة الإسلامية جزء أصيل وركن أساسي من أركان التعبد الشامل لكل جوانب الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو إذن مقام من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد تضافرت نصوص الوحي في الحكم والتحاكم وفي التشريع وفي علاقة الحاكم بالرعية والعكس، وفي تنظيم سير هذه الحياة بما يوازي أو يتجاوز كثيرا من الجوانب الأخرى ذات العلاقة بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا من الجانب النظري. وأما من الجانب التطبيقي فقد جاء الإسلام ليكون دينا ودولة ومنهجا للحياة، وقد مثل هذا المعنى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية التي كان الجانب السياسي فيها أحد المعالم الرئيسية في حياته عليه الصلاة والسلام، قيادة وإدارة وسلما وصلحا وحربا وقضاء وتوجيها وإرشادا. وعلى ذلك درج أئمة الهدى من الخلفاء الراشدين يجسدون هذا السبيل في واقع الحياة. ثم استمر الحال بعد الخلفاء الراشدين في الأئمة والحكام إلى أن فرط المسلمون في فقه العمل السياسي، وتعرج السير ذلك حتى غاب عن الأمة معالم الحكم الإسلامي الرشيد، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. أحمد وغيرهما وصححه الألباني. وحاصل الأمر أن هذا العمل أو أن هذا النوع من العمل يندرج في مفهوم الحسبة السياسية التي هي إحدى مفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. واليوم نهتدي بما عندنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبميراثنا الإسلامي الأصيل لندخل في أعماق واقعنا المعاصر ونبحث عن المشكلات، مهتدين بهداية الوحي، موقنين ومؤمنين إيمانا لا يساوره أدنى شك بأن أو بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وبأن الناس كلما ابتعدوا عن ميراث النبوة وكلما ابتعدوا عن الوحي زادت أمورهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعقيدا وزادت المشكلات. ولقد قدم التيار السلفي بمختلف توجهاته للشعب اليمني أمور كثيرة في مجالات متعددة، علمية وخيرية وتوعوية وإصلاحية وتنموية ومشاركات سياسية عامة وغير ذلك. وقد جاء اليوم بفضل الله تعالى ليقدم للمجتمع اليمني رؤيته السياسية الخاصة من خلال هذا المؤتمر الذي يمثل مختلف التوجهات السلفية. نعم، إن هناك الكثير الذي سيقدمه أبناء هذا الاتجاه بجانب السياسي، سواء من خلال الكيان السياسي الذي سوف يسعى جاهدا للحفاظ على ثوابت الأمة وضرورياتها